السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اولا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اولا احنا شباب، احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات في مادة المحاسبة باللغة الانجليزية وشفنا الرسمتين وعرفنا ازاي بنعمل قائمة الدخل. ان شاء الله النهاردة هنعرف ازاي بنعمل الميزانية. اول حاجة تعالى نشوف الميزانية، نشوف الكود اللي بتتحط في الميزانية. طبعا احنا عارفين ان الميزانية معروفة اصول يعني. طبعا هي هناك كانت في البنوك، في المنشآت، في الشركات وكده. يعني الميزانية طبعا معروفة جنبين، جنب مدين وجنب دائن. في جنب المدين عندك أصول ثابتة، أصول متداولة. آه، يعني عبارة عن الأصول. إنما كانت جنب الدائن كان حقوق الملكية والالتزامات. بس هنا بقى في المحاسبة بالإنجليزي، هي الميزانية هتبقى كلها عبارة عن، كلها تحت بعضها. يعني انت مثلا هنا هتبقى في شغال كله تحت بعضه، زي قائمة الدخل كده. ما بتتعملش جنبين، هي جنب واحد تحت بعضها، كل حاجة كل الكود تحت بعضها. بس طبعا نفس الكلام. يعني انت مثلا قائمة الميزانية اللي اسمها ايه؟ ذا بالانس شيت. دي قائمة الميزانية. أول حاجة خالص كنا بنحط فيها يا شباب اللي هو assets دي اللي هي ايه؟ الأصول. زي ما احنا قلنا لما بنتكلم الوقت على الجانب المدين في الميزانية، كان ايه أول حاجة؟ current assets اللي هي الأصول المتداولة. current assets، الأصول المتداولة كان فيها ايه؟ كان فيها كاش. كاش دي اللي هي النقدية، أو النقدية كاش. وأكاونتس ريسيفابل. أكاونتس ريسيفابل دي يا شباب اللي هي المدنيين، العملاء المدنيين. وإنشورنس الأول انفنتوريز. انفنتوريز دي يا شباب اللي هو إيه؟ المخزون، اسمه انفنتوريز. نكمل بعدها إيه؟ شورت تيرم انفستمنتس. شورت تيرم انفستمنتس دي استثمارات قصيرة الأجل، اسمها شورت تيرم انفستمنتس. وبعدين بريبيد انشورنس ده اللي هو اسمه ايه؟ مصروف التأمين المدفوع مقدما. او ممكن تحط دي بريبيد انشورنس ده بعد ما تخلص الاصول، تحط اصول اخرى اللي هي اذر اسيتس، وتحط فيها ايه؟ بريبيد انشورنس. تمام. وممكن تحطها في الاصول المتداولة. بعد ما بنطلع الاصول المتداولة، بنشوف انت عندك هنا شورت تيرم انفستمنتس دي الاستثمارات قصيرة الأجل بتتحط في الأصول المتداولة. طب لو أنت عندك استثمارات طويلة الأجل اللي هي لونج تيرم انفستمنتس. لونج تيرم انفستمنت دي استثمارات طويلة الأجل أهي. استثمارات طويلة الأجل تحط فيها ايه؟ ستوك انفستمنتس اللي هو استثمارات أوراق مالية. ستوك انفستمنتس أو استثمارات ايه؟ غير متداولة. أوراق مالية أو استثمارات غير متداولة زي ما اديلك في المثال. هي اسمها هتجيلك اصلا في المثال مش بالعربي، هتجيلك بالانجليزي ستوكس انفستمنتس. فانت تبقى عارف ان هي بتحط فين؟ في لونج تيرم انفستمنت اللي هو الاصول طويلة الاجل. وعندك كاش فاليو اوف انشورنس اللي هي بوليصة التأمين. بوليصة التأمين. تمام كده. دول اللي بتحطوا في ايه؟ في استثمارات طويلة الأجل لونج تيرم انفستمنت. تمام. احنا كده خلصنا الأصول المتداولة. تعالى بقى نخش على الأصول الثابتة اللي هي فيكسد اسيتس. نشوف بقى انت لو انت عندك اراضي، مباني، الات، اي حاجه بتحطها هنا. اول حاجه عندك لاندس اللي هي الاراضي، ايه الاراضي. وبعدين عندك بيلدينجز اند ايكويبمنتس، اسمهم ايه؟ مباني ومعدات، اللي هو بيلدينج اند ايكويبمنت، مباني معدات. وبعدين مخصص استهلاك اللي هو اسمه ايه؟ ليس. ده بنطرح ده. كل دي بنجمع، وكل دول بنجمع، ده اللي بنطرح اللي هو مخصص الاستهلاك اللي هو accumulated depreciation. مخصص استهلاك. تمام. طب لو انت عندك بقى اصول عينية، لو مثلا عندك شهرة اللي هو جود ويل، بتحطها في intangible assets. ده اسمها اصول ايه؟ هي مش موجودة هنا بس هي اسمها اصول عينية، intangible assets، اصول عينية. تحط فيها جود ويل اللي هو ايه؟ الشهرة. وبعدين other assets اللي هو الاصول الاخرى، نحط فيها مثلا تأمين مقدم اللي هو
prepaid insurance أو receivable from employee. ده اللي اسمها ايه؟ سلف العاملين. receivable from employee، سلف العاملين. يديك ايه؟ total assets، اجمالي الايه؟ الاصول. كده احنا خلصنا الاصول، اصول متداولة والاصول ايه الاخرى، والاصول الثابتة. ده القيود اللي بتتحط فيهم، مفيش غيرهم. انت لازم تحفظهم، لازم تعرف هما بتحطوا فين. هو طبعا في المثال مش بيقولك احفظ الكلمات، لا، ما تحفظش الكلمة، انت حاول تعرف بس تفهم معناه، عشان خاطر انت في المثال هتلاقيهم اصلا مرصوصين جنب ورا بعض، وانت هتحط على طول في الايه؟ في الميزانية لو جاتلك. تمام تمام. طب احنا كده خلصنا توتال اسيتس. تعالى بقى، احنا كده خلصنا الجنب المدين، تعالى نخش على الجانب الدائري. طبعا احنا بنيجي من تحت نحط الالتزامات الاول، وبعد كده ايه؟ حقوق الملكية في الاخر. فانت عندك اول حاجة قالك عليها لما دخلنا على الالتزامات، قالك ايه؟ liabilities. اسمها التزامات، liabilities التزامات. طبعا الالتزامات عندك نفس الكلام، عندك التزامات متداولة والتزامات ايه؟ والتزامات متداولة قصيرة الأجل، والتزامات متداولة طويلة الأجل. دي الالتزامات. طبعا الالتزامات المتداولة بتقولك ايه؟ current liabilities. ممكن تكتبها ايه انت؟ short term liabilities، اللي هي اللي هي التزامات قصيرة الأجل. عادي الاتنين صح، او تعملها current liabilities صح. التزامات متداولة. عندك أول حد داينين، accounts payable، اللي اسمهم ايه؟ الدائنين. طب أجور مستحقة، salaries payable. تمام. طب فوائد مستحقة، interest payable. وتاكس بيبل، دي ضرائب مستحقة. ايه؟ ضرائب مستحقة. current portion of note، ده اللي اسمها ايه؟ الجزء المتداول من اوراق الدفع. current portion of note. تمام. وبعدين احنا كده خلصنا الالتزامات المتداولة، تخش على التزامات طويلة الأجل، اللي هو long term liabilities، اللي هو not payable، اللي اسمها ايه؟ أوراق الدفع. وعندك mortgage liability، اللي هو التزام برهن. يديك إجمالي الالتزامات اللي هي اسمها ايه؟ total liabilities، إجمالي الالتزامات. كده انت جبت إجمالي الالتزامات. تعالى بقى نشوف حقوق الملكية اللي هي اسمها ايه؟ owners equity. owners equity اللي هي حقوق الملكية. حط فيها اللي هو طبعا رأس مال، اللي هو capital stock، اهو رأس المال capital stock. وعندك أرباح المحتجزة retained earnings. retained earnings دي اسمها ايه؟ أرباح محتجزة. يديك إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية اللي هي total liabilities and equity. كده ايه؟ ده كده شكل الايه؟ الميزانية بالقيود بتاعتها. تعالى بقى نشوف المثال. طبعا المثال اهو اللي هو اسمه ايه؟ example 1. the following are the account balance on ديسمبر 31 2019 for الإمام company. تمام. ده عبارة عن الميزانية في شركة الإمام. قيود الميزانية موجودة معانا اهي، كل دي قيود تحط في الميزانية. والمطلوب عندك بالانس شيت as of ديسمبر 31 2019. انت هتعمل ايه؟ الميزانية. تعالى بقى نشوف الحل مع بعض. ادي يا شباب شكل الميزانية، الميزانية العمومية اللي هي بالانس شيت، وده شكل الحل. تعالى بقى نشوف الحل، نحل مع بعض ازاي. طبعا احنا عارفين قبل ما نحط القلم بس كده في المثال، احنا طالما مطلوب مننا الميزانية بنرسم زي ما انت شايف كده الميزانية، وكلها في قائمة واحدة، الأصول وبعدين تحتها الإيه؟ اللي هو اللي هي الالتزامات وحقوق الملكية. فأنت أول حاجة بتعملها خالص اللي هي اسمها assets، اللي هي الأصول، تقوم شادد تحتها خط كده. وندور نشوف أول حاجة خالص كنا بنحط في إيه؟ أصول متداولة اللي هي current assets. تعالى بقى ندور على نشوف الأصول المتداولة نحط فيها إيه. طبعا عندك أول حاجة كاش 100,000. كاش طبعا في الأصول المتداولة، فأنت تيجي في الأصول المتداولة هنا اللي هو current assets، وهتحط كاش، تحط 100,000 اللي هي النقدية. تمام. كمل.
accounts receivable 75,000. accounts receivable دي اللي هي ايه؟ حسابات القبض اهي. حسابات القبض accounts receivable. طبعا انا مش مرتب، مش دي حاطط ده هنا، انا حاطط اللي بعدها فوق. فهي لو انت حطيتها هنا عادي مفيش مشاكل، لو عايز تمشي بالترتيب. تمام تمام. 75,000 اللي هي accounts receivable لحسابات القبض. هنكمل short term investment اللي هي ايه؟ استثمارات قصيرة الأجل. كام؟ 50,000. طبعا دي أصول متداول اهو. short term investment أي استثمارات قصيرة الأجل 50,000. تمام. نكمل. inventories 200,000. inventories دي اللي هي ايه؟ المخزون اهو، بتحط في الأصول المتداول. المخزون اللي هو inventories مخزون. كام؟ 200,000. ادي 200,000. كمل. prepaid insurance 25,000. طبعا هي موجودة في الميزانية، بتحطها في الأصول المتداولة. انت لو حطيتها هنا عادي مفيش فيها مشاكل. لو انت حطيتها تحت المخزون وكتبت بالانس انشورنس وحطيتها 25,000 عادي صح. بس انا هسيبها تحت في الأصول الأخرى. انا هحطها في الأصول الأخرى. فاحنا كده نكمل نشوف لسه في الأصول المتداولة دي، هنعلم عليها عشان هنسيبها. نرجع لها تاني. ستوك انفستمنتس ده ايه؟ دي استثمارات أوراق مالية أو استثمارات ايه غير متداولة. فاحنا كده دخلنا في الاستثمارات طويلة الأجل، فاحنا على طول هنقوم جايين هنا على طول وعاملين ايه؟ استثمارات طويلة الأجل على طول، لونج تيرم انفستمنتس اللي وحيدة فوق كده. طبعا مش في أرقام، ده دي كده يعني اللي فوق كده، وبعدين نحط تحت. وبعدين نحط اللي هي الاستثمارات الغير متداولة اللي هي أهو، اللي هو قالك على كام؟ ستوك انفستمنت 40,000. حاطين في استثمارات طويلة الأجل ستوك انفستمنتس استثمارات غير متداولة بكام؟ ب40,000. تمام. كمل. كاش فاليو اوف انشورنس دي بوليصة التأمين 10,000. بتتحط في الأصول المتداولة اللي هي طويلة الأجل. استثمارات متداولة طويلة الأجل. استثمارات طويلة الأجل مش متداولة، استثمارات طويلة الأجل. بوليصة التأمين اللي هو كاش فاليو اوف انشورنس 10,000. نكمل. كاش فاليو اوف انشورنس تمام خدناها. لاندز دي أراضي. بس ده احنا كده دخلنا فين؟ في الأصول الثابتة. فاحنا كده خلصنا اللي هي الاستثمارات، مفيش غير دول. نقوم جامعين 400 40,000 وال10,000 يطلعوا معانا 50,000. طبعا احنا بنجمع، احنا جمعنا الأصول اللي هي الأصول المتداولة، نجمعها ونحط هنا الرقم بتاعها في الخانة اللي بره 425,000. وجمعنا الاستثمارات طويلة الأجل اللي هو لونج تيرم انفستمنت، جمعناهم 50,000 طلعناهم بره. تمام. عشان خاطر نجمع في الآخر الأصول مع ايه؟ مع بعضها. تمام. طب تعالى بقى نعمل فيكسد اسيتس اللي هي الأصول الثابتة. فيكسد اسيتس أول حاجة عندنا ايه؟ لاندز اللي هي الأراضي 25,000. ادي الأراضي لاندز 25,000. كام؟ building and equipment ده اللي هي معدات ومباني في الأصول الثابتة اللي هي فيكسد اسيت ب50,000 اهو. building and equipment 150,000 اللي هي مباني ومعدات تحط في فيكسد اسيت اللي هي الأصول الثابتة. تمام. نكمل. جود ويل ده الجود ويل دي الشهرة اللي هي الأصول ملموسة، إن هم معلمين عليها كده وإيه وسايبينها عشان خاطر هنحطها تحت. احنا بنخلص الأصول الثابتة. نكمل. عندك بعد جود ويل اللي هي الشهرة accumulated depreciation ده اللي هو مجمع الإهلاك. accumulated depreciation for building and equipment يعني بيقول لك مجمع إهلاك المباني والمعدات 50,000. فده بنيجي في الأصول الثابتة. بس احنا قلنا في المجمع المباني اللي هو الإهلاك بنطرحه.
بنطرحه من الأصول الثابتة. احنا هنا حطينا المباني والمعدات اللي هو building and ايه equipment. المباني والمعدات حطيناها ب150,000. طب مجمع إهلاكها اللي هو accumulated depreciation، مجمع إهلاك دول 50,000. احنا هنطرحهم أهو، نحطهم بالسالب أهو، 50,000 بالسالب. تمام، نكمل. receivable from employee ده اللي هي سلف العاملين 10,000. يبقى احنا كده دخلنا ايه في أصول أخرى. يبقى نيجي عند الأصول الثابتة. تمام، آخرنا depreciation. اجمع دول مع بعض وحط الايه مجموعهم برا هنا 125,000، لأن طبعا 50 هتنطرح. فاضل معاك 125,000. طب تعالى بقى نشوف الأصول الملموسة اللي احنا كنا سايبينها، اللي كانت الشهرة اهي. نرجع بقى للجود ويل. الشهرة نحطها في الأصول الملموسة اللي هي intangible assets. intangible assets اللي هي أصول ملموسة، أصول غير ملموسة، آسف يا شباب، أصول غير ملموسة اللي هي intangible assets. نحط فيها الشهرة اللي هو جود ويل. كام؟ 275,000. ادي 275,000 بتوع ايه الشهرة. وبعدين نحط الأصول الأخرى. ايه الأصول الأخرى؟ اللي هي other assets. other assets الأصول الأخرى. نعمل ايه بقى في الأصول الأخرى؟ نقوم راجعين تاني للي احنا كنا سايبينها فوق، اللي هي بريبيد انشورانس، اللي هو التأمين المقدم. بريبيد انشورانس اللي هو 25,000 اهو. تأمين مقدم بريبيد انشورانس 25,000. حطيناه فين؟ في الأصول الأخرى تحت. وبعدين نكمل. قلنا receivable from employee 10,000 اللي هي ايه سلف العاملين. سلف العاملين دي في الأصول الأخرى. نيجي في الأصول الأخرى receivable from employee 10,000 سلف العاملين. نكمل. accounts payable. لا احنا كده دي حسابات دافع، فاحنا كده دخلنا في الالتزامات accounts payable. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نجمع الايه الأصول الغير ملموسة والأصول الأخرى مع بعضها. نجمعهم هيطلعوا معانا 300 أو 310. نطلعهم بره هنا، وبعدين نقوم جامعين ايه جانب الأصول اللي هي الأصول المتداولة والأصول الثابتة والأصول الملموس الغير ملموسة والأصول الايه الأخرى. نقوم جامعينهم هيطلعوا معانا ايه 910 910,000 اللي هي توتال أسيتس، اللي هي إجمالي الأصول. هو إجمالي الأصول توتال أسيتس. تعالى بقى نروح لجانب ايه اللي هي الالتزامات وحقوق الملكية. طبعا الصفحة خلصت هناك، فأنا عملت جدول جديد. طبعا المفروض الجدول ده تحت اللي فات، تحته على طول، ونكمل تحته نفس القيود. هي بتبقى ايه يمة واحدة بنكتب على طول. ما محدش يقوم عامل لي نصين بيكتب هنا الأصول وهنا الالتزامات وحقوق الملكية. لأ، هي كلها بتتحط تحت بعضها. جبت لك هنا إجمالي الأصول اللي هو توتال أسيتس 910. لازم الالتزامات وحقوق الملكية يساووا كام؟ 910، عشان لازم الجنبين يبقوا زي بعض، بس هي بتبقى قايمة واحدة. وطبعا احنا بنحط ده هنا، ما بنجمعهاش ولا بنطرحها مع اللي هيجي هنا. تمام. أول حاجة خالص هنا بنحط ايه اللي هو current liabilities. احنا بنتكلم دلوقتي على الالتزامات اللي هو liabilities. يبقى أول حاجة التزامات متداولة current liabilities، أو ممكن تعملها التزامات قصيرة الأجل وتقوم كاتب ايه short term liabilities. مفيش فيها مشاكل. لو هتكتب كده وكده، لو انت عايز تكتب كده عشان خاطر انت هتعمل التزامات طويلة الأجل لونج تيرم liabilities، تقوم عامل دي short term liabilities عشان ايه أسهل عليك. ولو عايز كده عادية سهلة current liabilities التزامات متداولة. تعالى بقى نشوف مع بعض. أول حاجة كنا واقفين عندها اللي هي اسمها ايه accounts payable 80,000. دي حسابات الدفع اهي، نحطها في التزامات متداولة account payable 80,000 حسابات دافع accounts payable. نكمل. salaries payable. salaries payable دي يا شباب اللي هو ايه مرتبات مستحقة. كام؟ salaries payable ب10,000 اهي. salaries payable 10,000 اللي هي مرتبات مستحقة. نكمل. interest payable 15,000 اللي هي الفايدة مستحقة interest payable اهي. interest payable 15,000
ألف فايدة مستحقة. بص يا شباب عشان تريح نفسك من الآخر، كلمة بيبول ده بتبقى ايه خاصة بالالتزامات. انت بقى تشوف اذا كانت هي التزامات متداولة او التزامات ايه غير متداولة، او التزام اسف اللي هو التزامات متداولة قصيرة الأجل أو إيه التزامات طويلة الأجل. أنت لازم تقارن تعرف بقى الحتة دي ايه اللي مكتوب. تمام تمام. احنا دلوقتي خدنا انترست بيبل 15000 حطيناها، انترست بيبل 15000 اللي هي فايدة مستحقة. كم تاكس بيبل 5000 اللي هي ضريبة مستحقة في الالتزامات متداولة. تاكس بيبل 5000 ضريبة مستحقة. تمام. current operation of not 40000. current operation of not ده اللي هو الجزء الحالي من أوراق الدفع، أو current operation of not 40000 اللي هي اسمها الجزء الحالي من أوراق الدفع. تمام. not payable، not payable اللي على الدور كام؟ 190000. بس not payable دي اللي هي ايه؟ أوراق دافع. بس أوراق الدفع التزامات طويلة الأجل بس. فاحنا نيجي هنا عند الالتزامات المتداولة ونقوم جامعين كل اللي احنا عملناه. هتجمع 80 و10 و15 و45 هيطلعوا معاك كام؟ 150000. تمام كده احنا جمعنا الالتزامات المتداولة. طب تعالى نشوف التزامات طويلة الأجل اللي هي long term liabilities. التزامات طويلة الأجل عندك أول حاجة not payable بكام؟ ب190000 اهي أوراق دافع not payable 190000 في long term liabilities اللي هي التزامات طويلة الأجل. نكمل. عندك اللي بعد كده مرتاج liability. مرتاج liability 110 اللي هي ايه؟ التزام برهن اهي. التزام برهن مرتاج liability 110. نكمل بعدها مرتج liability 810 خدناها. كابيتال ستوك ده رأس المال. يبقى احنا كده خلصنا التزامات طويلة الأجل. تقوم جامع 190 على 110 يطلعوا معاك كام؟ 300. تقوم طلعهم بره كده عشان خاطر تجمع الالتزامات. كده احنا خلصنا أصلا الالتزامات، لأن كابيتال ستوك ده رأس المال، ورأس المال فين؟ في حقوق الملكية اللي هي اونرز ايكويتي. اونرز ايكويتي اللي هي حقوق الملكية. فاحنا خلاص كده خلصنا الالتزامات، فنقوم جامعين الالتزامات على بعض. احنا هنا التزامات متداولة 150 والتزامات طويلة الأجل 300. يبقى كام الإجمالي بتاعهم؟ 450 وتعمل توتال liabilities اللي هو إجمالي الالتزامات. تعالى بقى نشوف احنا دخلنا في رأس المال في المثال كابيتال ستوك 300000. ده ايه؟ ده فين؟ في حقوق الملكية. وحقوق الملكية اسمها اونرز ايكويتي. اونرز ايكويتي حقوق الملكية، وبعدين تحط رأس المال اللي هو كابيتال ستوك 300000 اهو رأس مال. تمام خدنا كابيتال ستوك 300000. اللي بعد كده retained earnings 160000 دي اللي هي أرباح المحجوزة اللي هي retained earnings 160000. ماشي تمام خدناه. لسه في حاجة؟ ما عادش في حاجة. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نقوم جامعين حقوق الملكية اللي هو رأس المال وأرباح المحجوزة نجمعهم على بعض اللي هو كابيتال ستوك وريتيند ايرنينز اللي هي الأرباح المحجوزة 160000. اجمعهم يطلع معاك 460 اللي هي اسمها ايه؟ توتال اونرز ايكويتي. توتال حقوق اللي هو إجمالي حقوق الملكية. يطلع معاك كام؟ اجمع دول 460. طب اجمع الالتزامات وإجمالي الالتزامات وإجمالي حقوق الملكية. 450 و460 يطلع معاك 910 اللي هو total liabilities and equity، يعني إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 910,000. لو بصيت ل910,000 دي 910,000 اللي فوق مظبوطين اللي هو total assets، يعني كده يبقى الجانب المدين بيساوي الجانب الايه؟ الدائري. الأصول بتساوي حقوق الملكية والالتزامات. كده تكون الميزانية مظبوطة. ولو انت لاحظت ان في المثال، يعني انا بقولك في المثال انت بس بترص، يعني حتى كل الكروت جايه ورا بعضها،
فانت بترص، مفيش فيها حاجة، انت بس تعرف شكل القايمة ازاي وتتعامل. الموضوع سهل. ويا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا في التسويات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.